السعادة تنبع من الداخل، لا تحتاج إلى شيء مادي. قد تكون أسعد الناس في كوخ. والله مرة كنت بمؤتمر إسلامي في المغرب بأكبر فندق في الدار البيضاء، مع الفجر سمعت قرآنا والله أبكاني. نظرت من الشرفة عامل الحدائق يصلي الفجر في وقته وله صوت حسن. قلت يا رب، لعل هذا العامل أقرب إليك من كل أعضاء المؤتمر، والمؤتمر إسلامي طبعا. هي الصلة بالله لها ثمنها أن تكون محبا لله، أن تكون مستقيما على أمره. تعلقوا بالسعادة أيها الإخوة. في فيلسوف من مصر يقول: مبدأ اللذة إذا كان هدفاً أصبح مبدأ ألم. أنت معقول تتصور إنسان دخله مليون بالشهر ومعه كآبة وبينتحر بعدين؟ أعلى نسب الانتحار في العالم في أغنى البلاد في العالم. يلي صمم ثاني أطول جسر في العالم يعبره في اليوم 300 ألف سيارة، مهندس ياباني، أثناء قص الشريط ألقى بنفسه بالمسفور. ذهبوا إلى غرفته، قال: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعما، فأردت أن أذوق طعم الموت. في شيء الحياة. أكاد أقول لكم سافرت كثيرا شرقا وغربا. في صفة مشتركة في العالم الشرقي والغربي: إنسان بلا هدف، غني، ما عنده مشكلة، ولأنه ما عنده مشكلة هي أكبر مشكلة. حياة مملة، ألف كل شيء، أكل، شرب، شاف أفلام، وبعدين والله أيها الإخوة، هؤلاء الذين ينجحون في حياتهم المادية بيجي وقت لا يحتملون ولا يحتملون. بالتعبير العامي بيقرف وبيقرف. لا يحتملون ولا يحتملون. ملل، ضجر، سأم،